السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، حبايبي عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. النهارده هنعمل القرنبيط المصري بطريقة سهلة وبسيطة وبالطعم بتاع القرنبيط المصري، مفيش اي افتكاسات. النهارده انا جايبة القرنبيطة بتاعتي بقالها كام يوم كده في التلاجة، بحطها في كيس كده عشان تفضل فريش زي ما هي، ما تحطهاش على الرخامة بتاعتك مكشوفة، هتنشف وتسود كده وتبقى مش حلوة. تحطها في كيس وتدخليها التلاجة، بتفضل معاكي كام يوم. عايزه اقول لكم ان انا كنت شارياها فيها عيوب، يعني فيها بعد الحته السمراء. انا شارياها كده. وسعر القرنبيطه كام دي؟ انا جايباها ب 30 جنيه القرنبيطه دي. معايا حله كده انا محضراها، وطبعا ومولعه، حاطه البراد بتاع الكهرباء بتاعي يغلي، علشان على ما افصصها كده يكون الغلاء او نازله على طول، او تحط ميه على البوتاجاز على طول تسخن معاكي براحتك. انا همسكها كده، بقطع الراس بتاعتها زي ما انتم شايفين كده بالسكينه. واجي بقى بالسكينه كده، يعني ما تقطعيش بقى انت كده، لا امسكي الحته اللي هي بتاعت الراس اللي باقيه ديت بالسكينه كده، زي ما بتكوني مثلا بتسلقي الكرنبه وتقوريها كده. بتقوريها كده بتلاقي القرنبيط بتاعك اتفصص لوحده، بتلاقيه كله سايب معاكي كده، بس انت بقى ايه بتسلكي زي ما انت عايزه بقيه القرنبيط. ان زي ما انت شايفه كده بقى، لما تيجي تشتري القرنبيط يا روح قلبي، تشتري القرنبيطه اللي هي مفصصه كده والوردات بتاعتها جالسه وحلوه كده، بتبقى مسكره وطعمها زي السكر، ولما تيجي تقليها معاكي ما تبقاش مفروله كده وحلوه. يعني في قرنبيط بتحس ان انت وانت بتشتري كله كده شكل بعضه مفرول، مش وردات وردات وردات، لا. لا، اشتري اللي هي ايه تحسها جالسه ومكتمه ببعضها، دي بتبقى حلوه قوي ومسكره كمان في الطعم. بامسكه اقشره كده زي ما انت شايفه، وبعمل بقى الحجم اللي انا عايزاه واللي انت حباه، طبعا اللي انت حابه تضيفيه. في ناس بتعمله في الكبه، وفي ناس بتعمله عجه، وفي ناس بتعمله في الفرن. انا جربت كل الطرق ومفيش الاحلى من الطريقه المصريه اللي امي وستي واللي كل اجدادنا بيعملوها، الطريقه ديت المعتاده. يعني ما بتحطي بقى كورن فليكس، تحطي بقى سميد، تحطي خليط البانيه، اي اللي انت حابه تعمليه تعمليه. بس بصراحة دي الطريقة اللي بتخلي معاكي طعم القرنبيط قرنبيط فعلا، مش بتوديه في حتة تانية لما بتضيفي الحاجات التانية دي. انا غليت براد زي ما انتم شايفين كده مية سخنة، ونزلت عليه كده وشوية من الملح، حابة تحطي كمون حطي، حابة تحطي كركم حطي، دي براحتك انت. انا بصراحة بسلقه كده بس بمية وخل مش اكتر. ومعايا ربطة كده من الخضرة، أنا غسلتها وحطها تصفى كده. وعلى بقى ما القرنبيط بتاعي يتسلق، أكون أنا حضرت الخلطة بتاعتي. أنا معايا ربطة الخضرة خرطتها كده زي ما انتم شايفين، ومعايا البهارات بتاعتي كزبرة ناشفة وفلفل أسود وشوية كمون، ومعايا 3 بيضات، ومعايا يعني إيه كام فص كده من التوم. هنزل بالتوم، ولو حابة تستبعدي البيض وتحطي مايونيز حطي. انا لما كان عندي مايونيز السنه اللي فاتت كنت جايبه برطمان، كنت بستبعد البيض وبحط مايونيز بديل البيض يعني. ولو حابه تستبعدي برضو عن البيض والمايونيز كمان، بيبقى شغال برضو يعني، كده شغال وكده شغال، يعني بكل الطرق شغال، بس على الاقل هتحط كوبايه لبن كبيره. حطيت بقى البهارات وحطيت البيض وجبت كده ليمونه، عصرتها كده. انا طبعا شايله البذر منها، بس عشان اتاكد ان مفيش ولا بذريه هتنزل، بتحطي ايدك او المصفى بتاع الليمون عادي، بس عشان ما يمررش معاكي الخلطه بتاعتك. انا بقى عندي شويه لبن في التلاجة، مش هحط الكميه ديت، انا هحط بس يعني تقريبا نص كوبايه لبن، برضو بيديله لون حلو وبيديله طعم حلو برضو، يعني على حسب ما انت حابه. ده في ناس بتحط يعني ايه بالكوبايتين لبن. انا يعني عشان حطيت بيض، حطيت بس تقريبا كده زي ما انتم شايفين نص كوبايه لبن. طبعا الخضرة ما بتحطهاش على طول كده، الخضرة بتحطيها بعد ما تخلطي البيض كويس بالبهارات باللبن، علشان البيض يفك معايا. بعد كده بقى بتحط الخضرة، لو حطيت الخضرة في البداية هتروح ناعمة زيادة عن اللازم. احنا بس هنديها خلطة كده في الخلاط مش اكتر، يعني ايه تتقطع. ولو انت حابة تقطعها فرم ناعم خالص وتحطها على الدقيق براحتك، ولو حابة برضو تنزلي بالدقيق في الخلاط، يعني انا احيانا بعمل كله في الخلاط، يعني بجهز كله في الخلاط من غير ده، بنزل كل حاجه في الخلاط، بس عشان انا بصور حبيت اوريكي. يعني معايا دقيق ومعلقتين النشا اللي على جنب دول، وشيحت كده بنتي جابت لي ب5 جنيه بيكربوناتو. باحط حاجة ربع معلقة من الصغيرة بس كده، البيكربوناتو مش علشان أي حاجة، ده الملح اللي أنا باحطه علشان تحتفظ باللون بتاع
التحمير والقرنبيط بتاعِك. هنا أنا كنت فاتحة كيس البيكنج باودر ده وفيه معلقة صغيرة، يعني حاجة بسيطة كده قد الكربونات اللي أنا حاطاها. ونسيت بصراحة إن أنا أحُط يعني مكعب كده من مرق الدجاج بيدّي له تطعيمة، لو حابة تستبعديه براحتك، بس بصراحة بيدّي تطعيمة حلوة للقرنبيط بتاعِك، بيدّي له تطعيمة في منتهى الجمال كمان، يعني مش حاجة بسيطة لأ، بيدّي له تطعيمة حلوة. وكمان كنت نسيت أحُط معلقة شطة في الخلاط وهو بيتخلط، هاحطها دلوقتي عادي وأقلّبه كده. وطبعًا لو أنتِ حابة تستبعدي برضه الشطة براحتك، بس هو لمّا بيبقى فيه سِنّة الحرقية اللي هي الspice دي، بيبقى في منتهى الجمال. باقلِّب بقى كده زي ما أنتم شايفين، وزي ما قُلت لِك لو حابة تنزلي برضه بالدقيق في الخلاط دي حاجة ترجع لِك وزي ما تريّحِك. أنا بس بصراحة إكمن حلِّلت شوية الدقيق في الحلة بتاعتي ديّة، فقُلت على طول هانزل وخلاص إيه، من الخلاط عليه. قلّبت كلّه زي ما أنتم شايفين مع بعض كده، وطبعًا هيحتاج شوية مَيّة، جِبت شوية مَيّة في الخلاط كده وقلّبتهم، وطبعًا أنا عارفة إن هيحتاج لسه الدقيق، فعشان كده بقية الدقيق قُلت هاحط إيه، واحدة، واحدة كده علشان ما احطش مَيّة كتير. طب لو زاد معاكِ الكمية هاقول لِك تعملي بيها إيه دلوقتي. طبعًا أنا خلّصت كده زي ما أنتم شايفين والقوام بتاعها تقريبًا بيبقى زي قوام الكيكة كده، يعني لا هو تقيل أوي ولا هو خفيف أوي. خلاص القرنبيط أنا كنت طبعًا كل شوية أبُص عليه وأقلّبه، لقيت إن هو خلاص استوى، وطبعًا الحتّة اللي أنا شِلتها ديّة أنا دُقتها أنا باحب آكله يعني وهو مسلوق كده. لقيت إن هو خلاص استوى، هاطلّع بقى. حسّيتِ إن القرنبيط استوى معاكِ زيادة عن اللازم واتهرى، طلّعيه على مَيّة ساقعة. بتجيبي مكعبات التلج أو إزازة مَيّة ساقعة في التلاجة، تفضّيها المَيّة عامةً بقت ساقعة دلوقتي، بتفضّيها كده وتقومي نازلة بيقوم موقّف عملية السِوَى نهائي. أنا بقى هو يا دوبك سِواه كده، أنا مش محتاجة إن هو يزيد في السِوَى ولا هو مهري ولا هو حاجة، هو كده مِيَّة، مِيّة. بس أنا عايزة أشتغل على طول وما ينفعش إن أنتِ تشتغلي على طول والقرنبيط بتاعِك سُخن. لو حطيتيه في الخلطة بتاعِك كده غلط، عشان إحنا معانا بيض في الخلطة، ومن ناحية تانية كمان مفعول البيكنج باودر والبيكربوناتو ما يفسدش معاكِ. إحنا عايزين الحاجة تكون يعني يكون بارد معاكِ. قُلت لِك على كل التفصيلة علشان أنتِ تكوني مركّزة وأنتِ شغّالة في الوصفة بتاعتِك عشان تطلع معاكِ 10 على 10. لازمًا يكون القرنبيط بتاعِك بارد تمامًا. حابة تقومي تسلقيه وتركنيه على ما تعملي الخلطة براحتِك. يعني فاهمة إن لازمًا يكون أنا شطفته بس بالمَيّة علشان أنا عايزة أشتغل على طول، يعني إيه، ما أوقّفش التصوير. التصوير كان شغّال بصراحة وأنا قُلت إيه، لسه هاستنى وأفصل الفيديو لأ، أنا اشتغلت كل ده فيديو تصوير واحد. قلّبت زي ما أنتم شايفين كده، ممكن بقى باعمله بقى لمّا باكون بقى إيه، ما باصوّرش، ولإن عندي الأولاد وجوزي بيحب القرنبيط جامد يعني، باعمل كده من الصبح أقوم من النوم أخلّص اللي ورايا المطبخي وكده وأقوم عاملة القرنبيط، وقبل الغدا بربع ساعة، 10 دقايق أقوم حاطة في الزيت، لإن طبعًا القرنبيط زي ما إحنا عارفين أول ما بيطلع من الزيت بيبقى سُخن، بيبقى سُخن، ما هو بيبقى سُخن فعلًا بيبقى مقرمش وناشف وحلو. لكن لمّا بتسيبيه شوية بيطرى، 60 تعملي له بيطرى. فهو ده القرنبيط المصري بتاعنا، مش هنخترع له بقى ونحط له فيجيتار ونحط له كورن فليكس عشان مقرمش، هو طبيعي بيطلع مقرمش من الزيت. بس علشان نحط له كورن فليكس ونضيف له الحاجات اللي في فيديوهات ياما بتعملها دي، يبقى إحنا حوّلناه القرنبيط لحاجة تانية خالص. الخطوة دي اختياري، يعني طبعًا السنة اللي فاتت أنا عملتها وفي ناس ياما شكرتني عليها، ولقيت فيديوهات كتير بتعملها كمان. إن أنتِ تضيفي بعد ما تخلّصي من الخلطة كده بتضيفي رشة من الدقيق. ليه رشة الدقيق ديّة أصلًا؟ رشة الدقيق ديّة ليها فوايد كتير، بيطلع معاكِ مقرمش، ومن ناحية تانية كمان لمّا بتيجي تحطيه في الزيت ما فيش واحدة بتلزق في التانية. بيبقى خلاص لو أنتِ حطيتيه من العجين في الزيت لازمًا تسلّكي كده علشان ما يلزقش في بعضه. الخطوة دي مستحيل يلزق في الزيت. حابة بقى تسيبيه كده لآخر النهار تحطيه في التلاجة زي ما قُلت لِك تعملي أول بأول براحتك. بقية الخلطة ديّة زي ما قُلت لِك أنا باقول لِك دلوقتي تحطيها في برطمان وفي الفريزر، ولمّا تيجي تشتغلي تاني تسلقي القرنبيط بتاعِك وتقومي على طول الخلطة عندِك جاهزة. بس أنا لسه بقيت عندي شوية قرنبيط أنا لسه هاحمّرهم بس مش دلوقتي. عندي بقى زيت غزير لازمًا القرنبيط بالذات بيحب الزيت الكتير. باقوم حاطة الزيت كده يسخن على النار وعلى العين الوسط، يعني لا هي الصغيرة أوي ولا الكبيرة أوي، على العين الوسط اللي أنتم شايفينها ديّة، علشان القرنبيط بتاعِك ما يبقاش برضه يتلهف منِّك، لإن أنتِ حاطة له شوية لبن، وعلشان كمان ما يبقاش من جوّه كده تحسّي إن في عجين في الخلطة بتاعتِك اللي أنتِ حاطاها.
لازم أن يكون على نار وسط كمان، وكمان من ناحية تانية بيديك نتيجة أفضل في القرمشة بتاعة القرنبيط. يعني بصراحة عايزة أقول لكم الريحة في منتهى الجمال، يعني يا ريت التليفونات بعد كده تطلّع ريحة الوصفات اللي إحنا بنعملها والله. يعني بتقلّبي بقى زي ما أنتِ شايفة كده، شايفين ما فيش واحدة لازقة في التانية، واللون بقى اللي يريحِك واللي يعجبِك، لون القرنبيط ده اللي أنتِ حابة توصلي له، اللون الدهبي، اللون الغامق، على حسب. باطلّعه بقى زي ما أنتم شايفين كده على رغيف من العيش، ما عندكيش مناديل، رغيف عيش كده بتفتحيه تطلّعي عليه القرنبيط بتاعِك أو على مصفى عادي. بصراحة لو على مصفى يعني هتستني شوية على الأكل، علشان الحاجة ما ترطّبش منِّك لو حطيتيها على مناديل. بس أنا بصراحة على طول إحنا كنا على طول على الأكل، يعني كانوا عايزين ياخدوا وياكلوا، قُلت لهم لمّا أخلّص تصوير نبدأ كده ناكل ونعمل ساندوتشات، لإني طبعًا كنت خابزة رقاق، والرقاق بيحب القرنبيط يعني بيبقى حلو كده معاه. زي ما أنتِ شايفة كده القرنبيط أهو، اللون اللي يريحِك زي ما قُلت لِك، وناشف ومقرمش وحلو. ده طريقة القرنبيط بتاعنا المصري، مش بقى الحاجات اللي بتخش له يمين وشمال، أنا مش عارفة بصراحة بيخترعوا حاجات كده في القرنبيط ما لهاش أي لازمة. بقية الخلطة أنا حطيت بيها القرنبيط كده، وبصراحة في أي وقت أبقى أحمّره. ده كان فيديو النهارده، يا رب تكونوا استفدتوا واتبسطتم واتسليتم، والسلام عليكم.